هذه الجموع التي تشاهدونها في الصورة هي جزء من الآلاف الذين تجمعوا في العاصمة كوبنهاغن للحصول على الفائض من الطعام والمواد الغذائية التي تم توزيعها في العاصمة كوبنهاغن مساء أمس الأول. توزيع الطعام كان مقدم بإشراف منظمة أوقفوا هدر الطعام، وهذه المنظمة التطوعية الغير ربحية تقوم بجمع الفائض من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة التي لا يمكن بيعها بالمتاجر لتجاوز تاريخ صلاحيتها على العلبة أو التي تعرضت أغلفتها للتلف. وصلت أعداد الأفراد الذين رغبوا بالحصول على المساعدة في منطقة أستبغو في كوبنهاغن 5000 شخص، حيث امتدت طوابير الانتظار إلى مئات الأمتار، وانتظروا ساعات طويلة رغم انخفاض درجات الحرارة، بحيث أن آخر شخص في الطابور وصل إليه الدور عند الساعة 4 فجرا. وحضر إلى هذا التجمع الطباخ المعروف ذو الأصول التركية أوميت زكريا، وقام بعمل وتقديم الحساء الساخن لجميع المنتظرين، حيث تم إعداد 150 لترا من الحساء الساخن والتي كانت تكفي الجميع. ومعروف في هذا الوقت من السنة في الدنمارك، حيث تغلق المتاجر عدة أيام بسبب فترة الأعياد، بأن تقوم الكثير من الأسواق والمطاعم المعروفة بالتبرع بالكثير من المواد الغذائية التي لا يمكن تخزينها إلى المنظمات الإغاثية والإنسانية، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المواطنين. عادت صفحتي على الفيسبوك ولله الحمد للظهور مجددا للمتابعين بعد أن تم إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب مخالفة سياسات النشر على المنصة كما ذكر الفيسبوك لي. وسيكون لي إن شاء الله تغطيات منوعة عن معظم الأحداث والأخبار المهمة في الدنمارك. أسعد وأتشرف بتواجدك وتفاعلك عليها. نلتقي على الخير، حياكم الله.